شارك دايما اهلك وصحابك. طب بسالك سؤال على حموده، انتوا كنتوا صحاب جدا. اوكي، في ناس كتير بتقول لك لا ما تشاركش اهلك او صحابك. انا بقول ان انت اصلا ما ينفعش تشارك غير اهلك، يعني انت لو صحابك لو تقدر تشارك، لو عندك الاختيار انت تشارك اهلك او صحابك وتشارك حد غريب، شارك دايما اهلك وصحابك. ليه بقى؟ عشان انت بتقضي مع البني ادم ده وقت كتير جدا، بالذات لو انتوا ستارت اب، فانت انت بتحب اهلك وصحابك، او مش شرط يعني ممكن ما تحبش اهلك وصحابك، بس في الاغلب هتكون بتحبش اهلك وصحابك، فاحسن انت تقضي الوقت ده مع حد انت بتحبه. وثانيا بحس ان الموضوع ده بيساعد قوي في الكونفليكت مانجمنت، ان احنا في الاخر اتنين صحاب او احنا اخوات او احنا اهل، فاحنا ممكن نقفل الباب ونحل المشكله. جايز نضرب بعض عادي بس عادي ممكن نضرب بعض عادي، مش يعني احنا صحاب في الاخر، يا ما ضربنا بعض يعني على حسب الدايناميك بتاعكم. انما لو انت حد غريب انتوا بتتفقوا على حاجات وبتبقوا اكاونتبل ليها قدام بعض، اما الحاجات الماديه تبقى وحشه قوي انت مش ضامن ان الشخص ده هيبقى في ظهرك عشان انتوا مفيش حاجه بتربطكم. انما انتوا كاصدقاء في صداقه بقى لها 20 سنه بتربطكم، انتوا اهل فانتوا عيله بتربطكم، فانتوا ضامنين دايما ان انتوا هتقفوا في ظهر بعض. يعني دايما المصطلح اللي بيقولوه دايما وانت بتفتح بزنس، اللي هو انت لو مشارك حد وهو عنده ازمه ماليه كبيره جدا ومحتاج يسحب فلوس من الشركه، محتاج لون من الشركه، لو هو شريكك وانت عارف ان البيزنس مش في ستيت ان هو يعمل ده، لو هو شريكك هتقول له انت شايف البيزنس. لو هو صاحبك او هو من اهلك انت هتعمل ده من نفسك عشان انتوا عيله في الاخر. الدايناميك بيبقى مختلف تماما، وانا برتاح اكتر في الدايناميك ده عن ده.